الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إليكم الحلقة الخامسة من برنامج لطائف وعبر مع أزكى السير. وحديثنا اليوم عن أمير المؤمنين، عن ذي النورين، عن صاحب الهجرتين، عن أبي عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي القرشي. هو ابن عم رسول الله، وهو ابن عمة رسول الله، لأن أمه أروى بنت كريس، أمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب شقيقة عبد الله والد رسول الله. هو أحد ال10 المشهود لهم بالجنة، وأحد ال6 أصحاب الشورى. في صحيح مسلم أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، فجلس صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن ذلك قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. كان بهي الطلعة، حسن الخلق والخلق. أخرج ابن عساكر عن عبد الله بن حزم المازني قال: رأيت عثمان بن عفان فما رأيت قط ذكرا ولا أنثى أحسن وجها منه. كان سخيا جوادا كريما منفقا في سبيل الله، نصر الدين بنفسه وماله، فحفر بئر رومة وجهز جيش العسرة، حتى قال بعض المفسرين: نزل في عثمان بن عفان قول الحق سبحانه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عبد الله بن سمرة: جاء عثمان ب1000 دينار في جيش العسرة، فصبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيته صلى الله عليه وسلم يدخل يده فيها ويقلبها ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. قال أبو سعيد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعثمان يقول: يا رب عثمان إني رضيت عن عثمان فارض عنه. فما زال يدعو حتى طلع الفجر، فنزلت: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومع هذا كان كثير تلاوة القرآن، كثير الصيام والقيام، فروي أنه كان يختم القرآن كله في ركعة. قال ابن عمر حينما تلا قول الحق سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال: ذاك عثمان بن عفان. ولي الخلافة بعد مقتل عمر، فكان الخليفة الراشد والإمام العادل، فجمع القرآن في عهده على لغة أهل مكة، وكتبت 6 نسخ، ووزعت نسخة لكل ولاية، فكانت نسخة في العراق ومصر وبلاد فارس وإفريقيا والشام، ونسخة بقيت معه رضي الله تعالى عنه. وقد توسعت الدولة الإسلامية في عهده، ففتحت مدن كثيرة، وقد أنشأ أول أسطول بحري لحماية الشواطئ الإسلامية من هجمات البيزنطيين. وفي عهده تمت توسعة المسجد النبوي. كان من أقواله رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وكان يقول: إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله، يعني المصحف. وكان يقول: حبب إلي من الدنيا 3: إشباع الجيعان، وكسوة العريان، وتلاوة القرآن. قتل مظلوما شهيدا. روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: جاء رجل فاستفتح على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا هو عثمان، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله ثم قال: الله المستعان. فدى الأمة بنفسه، وأمر الصحابة بعدم قتال المعتدين، خوفا من أن تزهق نفس بسببه أو لأجله ليقتل رضي الله تعالى عنه وهو صائم والمصحف بيده. فكف يديه ثم أغلق بابه، وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الساعون في قتله فهم مخطئون ظالمون باغون معتدون،
والذين خرجوا عليه طائفة من أوباش الناس. روى أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح عن عمرة بنت أرطاءة العدوية قالت: خرجت مع عائشة رضي الله عنها سنة قتل عثمان إلى مكة، فأتينا المدينة فرأينا المصحف الذي قتل وهو بين يدي عثمان، فكانت أول قطرة من دمه سقطت على هذه الآية: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قالت عمرة: فما مات منهم رجل سويا، أي أن الذين دخلوا على عثمان فقتلوه أصيبوا جميعا في نهاية حياتهم إما بجنون وإما